النهارده نزل الجزء الثاني من باكات كاس العالم بعد باكج كاس العالم اللي نزلنا عليه فيديو كاس العالم 2002. النهارده بقى نزل كاس العالم 2006 واللي فيه مركز اللا مركز جيلويجي بوفون حارس هجومي بجول كيبر دايركتنج ديفنس، عوده الساحر اندريا بيرلو بمهاره الاتاك تريجر والفيجنري باس اوركستريتور نسخه كاس العالم 2006 واللي كان مبدع وقتها، ولاول مره الظهير الدفاعي والهجومي المتوازن زامبروتا نازل بمهاره الشادو هانت والفينومينال باس. هتسالني انت عايز مين؟ هقول لك انا عايز بيرلو زامبروتا، ولو جالي مركز اللا مركز الحارس اوكي، بس انا اكيد محتاج عشان اجربه يمكن ينفع حارس يصد. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، يا ريت تشترك عشان النص اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين، فاشترك، الاشتراك مهم جدا. انزل بس اتاكد ان انت مشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك، ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تعمل لي فولو على منصات السوشيال ميديا هتلاقيني في الوصف. حط لايك، يلا بينا نبدا. طبعا النهارده نزل تحديث جديد يا شباب. طبعا هتسالني على باكج فرنسا او الباكجات الجديده. باكج فرنسا ان شاء الله هينزل يوم الجمعه او بالكتير قوي يوم السبت، بس يعني منطقيا هينزل يوم الجمعه. طبعا نزل معانا مدرب ديدي ديشان، نازل باسلوب هجومي واسلوب دفاعي اللي هو البوزيشن واللونج بول كاونتر. طبعا الناس هتجيب عشان اللونج بول كاونتر، بس مش نازل باسلوب مدعم 90، مش زي مثلا مدرب مارتينيز او مدرب اللي هو توماس توخيل. فيعني عشان كده الباك اب 1500، بالاضافه ان مفيش لعيب بيك تايم، بس في امبابي هيمشي معاك هو وديمبلي واوليسي نوعا ما، بس مفيش لعيب معاه سبيشال سكيلز. ونزل فيرجيل فان دايك وتيجاني رايندرز باك المدافعين طبيعي اللي هو باك هولندا من كاس العالم اللي فات. ونزل معانا باك ناجلزمان، طبعا الثلاثه لونج بول كاونتر، بس كومان اوت وايد وناجلزمان لونج بول. انا شايف الصراحه طبعا برضو باك التركيه في ميزه في باكج البرتغال غير اللعيبه، ان مارتينيز عنده اسلوبين نادرا انك تلاقيهم في مدرب، وهما لونج بول. طبعا كان هيبقى افضل لو لونج بول كاونتر وكويك كاونتر، اللي هو كان هيبقى افضل مدرب في اللعبه يعني، بس هنا معاه اللونج بول وهو شبه اللونج بول كاونتر كتير يعني. وهو اسلوب لما بيكون معاك طبعا، يعني انت لما بتكون داخل فيك هدفين او ثلاثه وانت بتلعب باسلوب لونج بول او لونج بول كاونتر بيبقى التعويض صعب. لما بيكون بقى معاك كويك كاونتر وهو اسلوب سريع، الاستحواذ بطيء شويه، ده اسلوب سريع وهجومي فبيبقى اسهل انك تعوض. انا شايف ان دي ميزه ان هو في اسلوب هجومي ودفاعي، مش بقول لك هاته، انا بس بقول وجهه نظري اوكي. ونزل معانا باكات الدوري التركي الدبل بوستر البرتقالي، ونزل معانا باكيت اللي هي ايطاليا 2006. طبعا انا عايز بوفون عشان نجربه، يمكن يصد العادي ان شاء الله، واكيد زامبروتا وبيرلو. فتعالى كده نشوف حظنا عامل ازاي مع جيجي بوفون. طب يا شباب تعقيب بسيط، يعني النور قطع واحنا بنفتح الباكات وانا وقفت يعني، بس يعني نوعا ما في مولد كان مشغل لنا الكمبيوتر يعني، بس المايك فصل، فاحنا عالجنا الصوت بتاع الكمبيوتر ونوعا ما هو مش بيرفكت يعني، بس الصوت نوعا ما مقبول. فهو الصوت بس هيبقى كده في تفتيح الباكات، وده حقك عليا، ده ظرف خارج عن ارادتي خالص ان الكهرباء تقطع. وتعالى بقى نشوف التشكيله. واول 900 بسم الله ولا اي حاجه ما شاء الله عليه. ثاني حاجه دي ام اف اكيد تونالي او لوكاتيلي. ثالث فتحه مدافع ايطالي اوكي. وسع بقى كده يا كبير، وسع اوبا زامبروتا. طبعا زامبروتا انا وانا بلعب في 6 امكانياته الهجوميه ما كانتش الاسطوريه، وبما ان هو مش معاه ايدج كروسنج فانا اعتمده كظهير دفاعي. اللي بعده يا رب بقى هات لي بيرلو حارس، لان كلها كوينز ملهاش اي لازمه. فكني هتبسط يعني بجيلويجي بوفون وكده. انا بتجه لدخيا الفتره دي يعني، انت لو ما تتفرجش عليها في اليوتيوب انا بتجه لدخيا وابياتي الفتره دي ولا شيء اوكي. اللي بعده انا حظي كان حلو، انا عايز بيرلو، انا عايز بيرلو. اوبا بيرلو، لا الحظ النهارده جامد ده، لا جامد قوي النهارده كده، ده من 10 كوينز، ده انت عديت الاصول. زي ما انتم شايفين كده يا شباب دي التشكيله بتاعتنا. طبعا انا ظبطت لينك اب مع كوفاتش عشان بيرلو، وهنبدا اول حاجه بزامبروتا اللي انا ما كنتش حاسه هجومي يعني، هو معاه الشادو هانت، فاضطريت ان انا اطوره تطويره دفاعيه ومش معاه ايدج كروسنج. فدي التطويره اللي انت شايفها دي، زي ما انت شايف دي التطويره اوكي، طورها وبيوصل 103 بس هو دفاعيا بيوصل 108. زامبروتا اتاكينج بس انا عامله ديفنس. في دريبل وبول كنترول تايب بوزيشن بالنسبه للظهير انا معتبره دفاعي ممتازه، والباصات برده ممتازه، ومعاه فينومينال باص فهيخرجك من تحت الضغط. هي ما بتشتغلش معايا، اكيد هتشتغل معاك ان شاء الله. الوعي 98 ده ممتاز عشان يغطي المساحه غير الشادو هاند. 99 تاكل، الاجريشن 98، والانجيجمنت استخلاص الكوره 98، سرعته 90 مقبوله نوعا ما مع انزاجي 91، والاكسلريشن 85، والجامب والفيزيكال داخلين في ال90، والاستامينا 93 هيجري معاك طول الماتش. عنده كذا مهاره بساط ودي مهمه جدا للظهير، معظم مهارات الدفاع. فزامبروتا جربوا بالتطويره دي وقول لي ايه رايك يعني، واحنا كده هنجربه يعني. معانا تاني واحد هو بيرلو نسخه كاس العالم 2006، انا مش معايا بوسترات، وبيرلو اوركستريتور البول كنترول والدريبل كويسين بالنسبه لخط وسط متراجع يعني، او اوركستريتور. طيب بوزيشن ممتاز هيعوض البالانس 93، والباصات 99 و96 فبيرفكت.
بيرفكت. الفاولات 89 مع الار 2، الوعي الدفاعي 97 كويس جدا، التاكلينج 96 ممتاز برضو، والاجريشن 93، والانجيجمنت استخلاص الكوره 95. فدي طاقات اسطوريه مع البساط طبعا يعني. السرعه والتسارع مقبولين نوعا ما، مش هقول لك ان هم متوسطين حتى، وبالانس وفيزيكال برضو نوعا ما يعني. الاستامينا 91 مع معظم مهارات البساط، مع فيجن ريباس اللي بتحسن شوطه المهاجم بعد ما تجيله الكوره، وخلي بالك ان هو معاه اتاك تريجر كمان غير مهارته في البساط، فبيرفكت بيلو. ونختم بالجيجي بوفون اللي نزلوه اتاكينج. انا ما شفتلوش قبل كده لقطات اتاكينج وجول كيبر يعني، بس ده تقريبا بينزلوه عشان هو يبقى حارس متكامل من جميع الجهات يعني، يلعب معاك باسلوب دفاعي باسلوب هجومي، كل شيء موجود. انا ضفت له بوستر السيفنج زي ما انت شايف، وعيه 102. وعيه 102 هو تحرك الحارس او التمركز بتاع الحارس عشان يغطي الزاويه على المهاجم. تمركز الحارس يعني ما يسيبش زاويه فاضيه. اوكي. الكاتشنج هو امساك الكوره بعد التسديده حتى لا ترتد. الكاتشنج بتاعه 95، امساك الكوره ما يفلتهاش، امساك الكوره ها. والبارنج هو ابعاد الكوره بعد التصدي في جهه امنه في الملعب حتى لا يحدث فولو عليه وتيجي جول. والبارنج ابعاد الكوره في اتجاهات امنه في الملعب. البارنج عنده 97. شرحت البارنج ابعاد الكوره بعد التصدي. اما بقى الريفلكس فهو رد الفعل في الكرات القريبه جدا، الانفرادات، يعني الحارس يمد ايده عشان يتصدى للانفرادات والكور الصعبه اللي هي السريعه يعني، فاهم. والريفلكس ده 98. الريفلكس ده كام؟ 98 انا شرحته لك. والريتش هو بلوغ حارس المرمى لابعد نقطه في المرمى عشان يتصدى للكرات التسديدات البعيده والار 2، وهو عنده 98 ها. 98 هو بلوغ الحارس لابعد نقطه يمد ايده 98 ها. والجامبنج مع طول 193، فالمفروض ان هو بيرفكت يعني. فدي التشكيله، وتعالى نشوف الديفيجن. واسف على موضوع النور اللي قطع في فتره تفتيح الباكجات يعني، هي دقيقه ونص تقريبا، فاعذروني يعني، الموضوع ده مش بايدي يعني. ويلا بينا على المباريات. وبسم الله الرحمن الرحيم. اول مباراه المفروض لافضل حارس في اللعبه مع ليفربول سمارت اسيست. هنشوف افضل حارس في اللعبه المفروض بالارقام وبالستايل اللي هو اتاكينج يعني هيعمل ايه في المباراه، مع اللينك اب طبعا للعيبه اللي هيتالقوا كده كده اللي هو بيرو زامبروتا. طبعا تشكيلته ابراهيموفيتش وصلاح وبيليه. طب ليه سمارت اسيست والتشكيله دي ممتازه يعني؟ ايوه دي اول بليدز ماشي. فييرا يرجع كوره، مبابي وجول. مين الحارس اللي ما صدش دي؟ بس دي لوس كريمر يعني، انا ما بلومش الحراس نهائي على لوس كريمر رغم ان اوليفر كان وديخيا بيصدوها امامي. عارف انا الكور دي، اصل انا بلاعب صاحبي معاه سمارت اسيست. انا بلاعب واحد صاحبي بيلعب بسمارت اسيست. الكره دي ساعات هو بيعملها ثرو بتقلب تشتيت. يا عم اوف سايد يا عم، الحارس يعتبر اخر مدافع يا عم. انا عايز اسالك سؤال منطقي يعني يا كبير، هل انت مطرود منك واحد؟ يعني انت خسران، انت ليه دلوقتي بتلعب دفاع؟ سؤال بس منطقي عادي، انا بسالك، احنا بنتكلم كاصحاب يعني وكده يعني. ف مجرد ما بسالك يعني ده دخيه ليه يعني بتلعب دفاع ليه يعني؟ صعبه قوي دي يا اسطى، صعبه جدا كمان. اهي يا فوكس. لا ايه اللي انا عملته ده؟ خسرني يا اسطى الماتش ده. فييرا، ميسي، بيلو، البا. حلوه قوي دي. طلع الحارس. لما اجرب كده ما بيعملوها امامي. الكوره دي تيجي جول بشوفها في فيديوهات يعني، اللي هي البليدز المستحيله. يقول لك شوف ليو اسطوري ازاي. وتنتهي المباراه بنتيجه 1-0. اول مباراه المفروض ان انا بخسرها دايما لان انا ما ببقاش داخل جو المباريات، ومبابي ساهم في الهدف ودفاعنا كان ممتاز، وبوفون صد بليدز. مصطفى 67000. مصطفى بشير انت محتاج تزود من مستواك. الفرقه اللي معاك ممتازه، سمارت اسيست، معاك مدرب مساعد كمان من اعلى المستوى في العالم يعني، انت معاك مدرب مساعد من اعلى المدربين المساعدين في العالم. وفي نفس الوقت انت يعني في نفس الوقت مش ناجح بالفرقه، فانت لازم تعدل او الاداره تقيل المدرب. ماشي. ديفيجن ثاني برضو بيلعب بسمارت، مفيش مشاكل. اهم شيء لما تلعب بسمارت يبقى هركز ان المباراه تنتهي بنتيجه 3-0 عشان تشيل السمارت، تلاقي ان هو ملوش لازمه فتشيله، او ان انت تلاقي ان انت محتاجه فتخليه. ماشي يعني خلاص قشطه يعني. هو بيقول لك ايه؟ الاحتياج نوعين، يا اما تستسلم للاحتياج يا اما تسيبه. فهو يا اما يستسلم للاحتياج للسمارت اسيست ان هو بدونه ما بيعرفش يلعب، يا اما يتركه بقى ويشوف ان الاحتياج الزياده عن اللزوم ده هيخرب له مستواه في اللعبه يعني. انا مش مدي ما شاء الله الواجبات الدفاعيه عند نيمار اسطوريه يعني. طبعا هو كان عامل باص او شوطه معينه بس السمارت اسيست هو اللي خلاه له كده. يلا كمل. انا مش عارف بيبي ماله سريع. شفت قفل الدقيقه ازاي؟ طب والله انك حارس يا اخي.
بص انا هلعب كورنر الحديث بارت 2 ماشي، اللي هو ده. بعد كده هكمل لجوه تاني، اعمل عرضيه بسيطه جدا تيجي للاعب يحطها جول. ده كورنر لسه مستحدث، او هو الكورنر ده اصلا بلعبه من بيس 16، كان بيتلعب في الدوري المصري الممتاز، لان احنا كنا بنباص الكورنر ونرفعه على طول. زامبروتا زامبروتا اوه جيوف. هي انت صدتها؟ طب لو تصدى دي، لو الكرة دي صدها يبقى 10 من 10 ماشي؟ تصدي. اوه مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لا هو مهاري انا عارف. تعالى بقى كده ستيفن جيرارد، واحد من افضل المدافعين في التاريخ يلعبون على الكرة ممتاز. جرب كده تصد دي. شفت السمارت اسيست؟ مفيش حد بيلعب كورة يعني زي يعني اي حد على الكوكب بيلعب كوره هيشوط الكوره دي في الزاويه هنا غير السمارت. وانا فاكر لما انا كنت 2170 الموسم اللي فات، وكان بليدز وشاطها ارتو عكس ودخل الجول سمارت اسيست. ديوف مبويمو صد الكوره. وين مبابي يهرب. ماشي حلو قوي الكلام ده. دي جول ها ماشي. بعد الانفراد اللي صده يعني اداني، عارف انت لما بتيجي تشوط في حارس ممتاز زي كورتوا في الحقيقه ويصد، فانت تبقى عايز تشوط له الكوره بان هي زاويه مستحيله تيجي جول، هو اداني الشعور ده. اوكي امبويمو. لا 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 لا. ايوه زي الناس، اللي انا عايزه ابقى زي الناس بس. جول دي رايكارد. كنتش هستغرب عادي، وبوفون ما كانش هيلام عليها خالص يعني، انت عارف يعني ايه رايكارد. اوف. لا يلام، لا يلام الحارس، حارس لا يلام. الحمد لله. لازم اركز قوي يعني لما اخد التعادل، يعني كنت ركزت من اول المباراه وخلصتها. جول دي جول ان الحارس متقدم تمركزه خاطئ، وانا شط بالطريقه الصحيحه التي تدخل الهدف. كل حاجه هنا محسوبه، ولا محسوبه ولا حاجه، كلها ماشيه بالحظ. تمني نفسك فيها لعيب. مش عارف اظبطها ازاي يعني، انا مش عارف اظبطها ازاي التمركز انا. لا انسى. هو بيخسر بيتضايق، اللعبه بتلاحظ في اخر المباراه ان هو اتضايق، لازم يكسبوه ماتش. شوف بقى اللي هيلعبك الماتش اللي جاي المصنف، انا ماليش دعوه، بماتشه. وعادي كنت اتمنى لو كنت اعرف اسجل 5 و6 و7 و8 كنت اسجل. انا قايل لك المره اللي فاتت جي بوفون الحمد لله بيصد يعني. تخيل طلب بسيط، ماشي. انا هختار منهم واحد هو رايكارد، لان هو رايكارد ما جاليش اصلا. اوكي اللي بعده 32977. لو كسب الماتش ده يتأهل للريد 2000، وهيبقى مبسوط ان هو فاز وتأهل للريد 2000. ممكن يكون هو اصلا على طول موجود في الريد 2000، وممكن يكون يبقى اول انجاز ليه، زي واحد صاحبي برضو كان اول مره يوصل ريد 2000. فانا طبعا يعني يعني عشان فريقي همنعه يوصل لهذا الانجاز بلويس فيجو مهاجم، لان لويس فيجو ما لعبش المركز ده، وعشان يعرف ان في خطأ معين في التشكيله هو عامله، ان لويس فيجو بيلعب مهاجم. اهي ها سجلها هو عشان التوني فورتريس بقى. انا عايز اعرف خالد ده ماله، خالد الفوكس ارجع القديم يعني ولا ايه؟ حلو قوي صد الكوره. طبعا يا جدعان مبدئيا يا جدعان انا امام التشكيله دي ما عدتش نص الملعب ماشي، يعني انا مقفول عليا نص الملعب كله. هي الكوره اللي انا وصلت بيها وما سجلتهاش، الفريق كله بقى عنده الفورتريس، توني فورتريس، مش عارف اعدي نص الملعب حرفيا. لا مش عارف اعدي نص الملعب. انا بقول لك يعني انا عارف مستواي يا عم، مش عارف اعديه. مش عارف اعمل حاجه، ومفيش باص عندي مظبوط، مش عارف اعمل اي حاجه. الماتش ده ان شاء الله تعادل. الحمد لله. مش عارف اعمل حاجه يعني، انا بالحظ بس كده كسبان. معيش وقت للتغييرات، كنت بعمل حاجه ومعيش وقت للتغييرات. مش عارف اعمل حاجه، اتكلم بجد. أنا مش عارف مش الماتش ده مش عارف اعمل شيء. لا انت مش هتلعب له ثرو مظبوط. مش عارف اعمل اي حاجه، وعديت نص الملعب بالصدفه وجبت الجول بالصدفه. الماتش ده ابيض وحارسي هو النجم. الماتش ده ابيض 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 ابيض. مش عارف اعمل اي حاجه الماتش، مش عارف اعمل اي شيء اي شيء خالص يعني. وليه الاسم ده؟
يعني ليه الاسم ده؟ اهم حاجه تكون بتعرف تلعب ها بعد الاسم ده. يعني مش فاهم انا ليه الاسم ده الصراحه يعني. واحد. ماشي يا لعبه، وقفي جنب الاساطير اللي بيسموا اسامي ممتازه. ماشي يا لعبه. يا راجل، لا انا عندي حارس حلو. يلا بيكن باور قوي يلا. ماشي. حلو قوي يا لعبه اللي انت فيه ده. ماشي. حلو اللي انت فيه ده عشان يفضل كده يعني، فاهمه؟ انسى. انت مش هتكسب الماتش ده. مش مش هتكسبه. مرفوض برضو. يلا. هتخسر هتخسر. حتى لو اللعبه معاك في الماتش ده هتخسر. جول جول جول. هتخسر. حلوه قوي دي كمان. اه. طب ليه؟ يا نهار ابيض على اللي بيحصل. يعني الشوط الستارنج لغيتيها. حلو قوي ده. مش مشكله مش مشكله مش مشكله مش مشكله مش مشكله. خسرت. اسمك يوسف. ليه بقى كاتب الاسم ده؟ يعني يوسف انت ما بتعرفش تلعب يا يوسف؟ يعني انت كمان ما بتعرفش تلعب يا يوسف؟ ماشي يا يوسف. لا 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 يا يوسف، لا 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 يعني ما اسم مش يعني ما ينفعش يا يوسف. ما ينفعش يا يوسف. فين يا يوسف؟ فين يا يوسف؟ يلا يا يوسف. يلا يا يوسف. لا واللعبه بتقف معاه. كوره في العارضه. يا سلام. هات النقاط. اوكي. 62000 لحد الان. جيلويجي بوفون ممتاز. انا الماتش اللي انا اتعادلت فيه 1-1 ده مش عارف ازاي بالتشكيله زي دي ما عرفتش اهاجم يعني. اوكي. تشواميني الاساس. شادو هانت مالديني فينيسيوس وروماريو. لينك اللي ماشي. 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 هدف رائع ممتاز. بيرلو جونيور. اوه لا لو جول. طلع الحارس ده بره ما بيصدش ها. الكرة دي المفروض تتصد. الكرة دي قريبة من زاوية المرمى. ممكن عشان دي بينج. ايوه. مالديني مش موجود. مش موجود مالديني. انا مش برجح الصراحة موضوع الديفنسيف فول باك في الدفاع دي الا كنت عملتها مع مالديني يعني، واعلى مدافع عندي. ده انت يعني ما شاء الله على تشواميني يعني. ده اداني الكرة. انت بتباصي. اداني الكرة مرتين وخدها مني يعني. يعني في انت عايز تشوف المهارات الدفاعيه. طب خد الكوره اهي وهاتها تاني. قوته الدفاعيه يعني واصله لمستوى، اي نعم ما وصلش لمستوى رايكارد لان رايكارد عداه يعني. ترجع الكوره. امبابي. وين الشادو هانت؟ حمراء. بدون كوره زي بتاعت اوباميانج. فاكرها الماتش اللي خسرته من مصنف 2-1. هي يا اسطى. هي يا اسطى الماتش اللي خسرته من مصنف 2-0 لما جبت عرضتين يا اسطى والمدافع اتطرد مني يا اسطى. ايوه. ايوه بس ايوه هي دي. الله عليك. الله. الله عليك يا عالمي. ايه يا عم ده يا عم؟ والله العظيم الواد فيرجيل عامل اداء عالمي يعني. مش عايز اغلط بيك اي اخطاء. الحمد لله. انتهى المباراه بنتيجه 3-1. شادو هانت مالديني. لم اراوغه ولن اراوغه. ما اعرفش اراوغه امتى الصراحه. ويعني مش هراوغه. الماتش اللي اتعادلت فيه ده انا ما عرفتش اعمل غير هجمه واحده بس بخطا. التشكيله اصلا كانت غريبه عليا والله. مش عارف انا اللي بعده. انا 200 ده ربع مليون مع ميداليه ذهبيه. في ميداليه ذهبيه كده ممتازه معاه. اوكي يا خالد انا اديتك فرصه ممتازه بس انت ما تالقتش نفس التالق اللي بيتالقه زلاتان ابراهيموفيتش. تشكيلتك ماشي. ما جرايش. اوه لا لا ما تصدق. عايز اجيب جول اسطوري زي اللي بيجيبوا اليوتيوبرز دول. المفروض في بيرو يعني. المفروض نرفعها احسن يعني. ابراهيموفيتش. يا سلام. مش عارف اراوغه. اوكي ده مبدئيا كده. انا ما بحبش الاجوال دي يا اسطى. يعني مش حلوه خالص. اللي خدتها مرتين الكوره يا اسطى. مستوى عالي قوي قوي اللي وصل له رايكارد. مستوى عالي 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 عالي. مستوى عالي قوي 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 قوي.
ممكن يوصل له فييرا اللي هينزل جديد، بس المستوى اللي هو فيه بعيد 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 قوي عن اي حد ديفندر. مارتشيلو والحارس. طب يعني زامبروتا لميسي، ماشي يمشي ميسي، ما حطهاش. بليدز ما استفادش منها خالص مع اللاعبين الصراحه. ايوه بصيها، انا مديك ثرو باسنج. انا مديك مهاره الثرو باسنج زي ما هم قالوا لي. وتنتهي المباراه بنتيجه 2-0. هارد لك. ترتيبك 12000. انت من افضل اللاعبين على مستوى العالم. اسم غريب شويه يعني، الاسم ده غريب، اكيد مش لغه مش مصريه مثلا. 282,000. يعني لازم يفتح سمارت اسيست، لانه لازم مدرب مساعد للتأهل نوعا ما للأدوار المتقدمة في الكأس. طبعا هو بينافس على الهبوط. فاللاعب زي ما احنا زلاتان، لازم تلعب مبابي عشان نشوف أداء ديمبلي. واو، واحد. انا الحاجات دي بحسبها جوال. ماشي، دور انا بقى. يلا ميسي. كان يعني انت فاهمني بقى، ميسي يعني ما كنتش تسجلها بقى. ترجع الكورة ميسي، كورة صعبة، والهدف الثاني ضاع. حلو قوي. واو، اللعيب فوتها وما رضاش ياخدها، والتاني معاه تاكلينج ما خدهاش، وهتشوط الكوره بالحارس او بديمبلي. لسه جايب الباكج وعايز ديمبلي يسجل، عشان اقول لكم بصوا يا جدعان، ديمبلي عمل معايا 6 مساهمات في 6 جوال. طبعا الكوره دي انا مش هصدها لان هو متخصص في ضربات الجزاء، واضح جدا اصلا من تحرك اللاعب او المهاجم. بيحتفل بديمبلي. ماشي. 2 3. خرجت من الماتش ليه؟ بتكلم معاك عادي ليه يعني؟ كانت ضربة جزاء ديمبلي كانت ممتازة. ضربة جزاء ديمبلي كانت ممتازة. ضربة جزاء ديمبلي. و 3000 او 2360. احنا لعبنا كام مباراة؟ لعبنا 7 مباريات. اظن ان ده كفاية النهاردة يعني. تقييمي لزامبروتا دفاعيا مع الشادو هانت 10 من 10. في حد قال لي خصص التقييم زي ما انت عملت في باكج اوليفر كان، وانا قلت على رونالدو كام لعيب تاني ما بقيمهمش بالتفصيل. لا، انا بقيم بعيدا عن الايبك وبالنسبة للايبك. زامبروتا بالنسبه للايبك ظهير دفاعي بامتياز، ولو هتلعبه هجومي هيرجع يدافع بسرعه لان هو معاه الشادو هانت، وانا الصراحه ما لقيتش اي مشاكل من جهته. عكس تورام، انا محتاج اطور تطويره خاصه تورام لان هو مش مقدم معايا الاداء، عشان كده بلاعب كوندي. اللي بيسالني ليه بلاعب كوندي، كوندي مطوره اوتو ومقدم معايا اداء خيالي يعني. فزامبروتا 10 من 10 يستاهل يلعب اساسي. الباك ده توب التوب التوب يعني. بيرلو دفاعيا وعي اسطوري، وكل نسخ بيرلو بتتكلم عن نفسها يعني. في عيب في بيرلو وفي النسخه دي ان هو لو تراوغ مستحيل ان هو يرجع الا لو تباطأ اللعيب، لان السرعه بتاعته قليله في مركزه. بالنسبه للخصائص 10 من 10. بس لو جينا للخصائص بقى، فهو عندك كذا حاجه. ما ينفعش يتراوغ، يعتمد على لعيب غيره. لو تراوغ اللعيب التاني يدخل او يتباطأ لحد ما يرجع. لكن في صناعه اللعب هو اصلا خبير صناعه لعب، هو 10 من 10. اوكي. رسميا واخيرا حارس اساسي عندي في التشكيله، مفيش اي مشاكل. صد الكور العاديه وصد كور اسطوريه. رسميا جيولوجي بوفون يعني. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده وجيولوجي بوفون بقى اساسي في التشكيله. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. صلى على النبي. انتظروا فيديو قادم باك فرنسا.